عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى عيلة واحلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تتفرجي عليا، انا اسمي ام هنا. بصوا، بقدم محتوى قناتي روتينات، فلوجات، طبخ. ان شاء الله باذن الله يعجبكم قناتي. لو اول مره بتشوفيني، اعملي لايك واعملي اشتراك في القناه وتدوسي على زرار الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. النهارده جاي لكم بفكره جديده وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله، هتعجبكم. طبعا احنا ستات بيوت، احنا جدعين وشاطرين ونعرف ندبر ونوفر، وبرده مش هنحرم نفسنا من حاجه. طب هتعملي ايه يا ام هنا؟ هقول لك النهارده هنعمل ايه. ان شاء الله باذن الله هنبتدي من النهارده باذنك انت يا رب، وانا معاكم، مش انتوا لوحديكم، انا معاكم. طب هنعمل ايه؟ بصوا، صلى على النبي. احنا نفسنا مثلا كل واحده نفسها تجيب كل حاجه هي عايزاها. طبعا يعني اي ست بيبقى نفسها في حاجات، بس هي مش في امكانها ان هي تجيبها. ليه بقى؟ الحياه ومصاريف الحياه ومصاريف صعبه. ان شاء الله باذن الله هنوفر وهتشوفوا. ونفسك في دهب، هتشتري دهب من اللي انا هقولك عليه. من ايه بقى؟ من ال10 جنيه. من ال10 جنيه، والله هتشتري دهب من ال10 جنيه. طب ازاي؟ ما هنا من ال10 جنيه. ما هو دي الفكره اللي انا جايه لك بيها النهارده. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين نوفر وعايزين ندبر ونعمل كل اللي في امكاننا. هنقرص على نفسنا شويه، مش مشكله، هتعدي، هي ايام وبتعدي ان شاء الله باذن الله. مش هتيجي معانا طول ما انت بتسمي الله وتصلي على الرسول باذنك انت يا رب. هتبقى مفروجه باذن الله وهتعدي، والقليل هيبقى في ايدك كتير ان شاء الله باذن الله. صلوا على النبي. بصوا، صلوا على النبي. انا قلت النهارده هنعمل من 10 جنيه دي، هنبتدي من النهارده. طب هنعمل ايه يا ام هنا من ال10 جنيه دي؟ هنشتري بيها دهب. ممكن تشتري بيها دهب. عايزه تشتري بيها ميك اب، هنشتري بيها ميك اب. هنشتري بيها هدوم، هنشتري بيها هدوم. هتشتري بيها تليفون، انت نفسك في تليفون تجيبيه وانا نفسي في تليفون هجيبه. هنجيب ان شاء الله باذن الله. هنوفر من ال10 جنيه وهنجيب وهتشوف. هنمشيها ازاي بقى في يومنا؟ هنمشيها مثلا يوم ويوم. مش هنعمل برضو فراخ كل يوم ولحمه كل يوم، لا، ما احنا برضو هنحاول نوفر وندبر عشان نطلع نوفر ال10 جنيه بتاعت كل يوم. هنحطها في الحصال، هنحطها هنا في الحصال. ومش ال10 جنيه دي بس اللي هتتوفر، لا، معاكي جنيه، معاكي اتنين، معاكي 3، برضو نحطهم في قلب الحصال. طب ماشي، هنحط يا مهنا ال10 جنيه في قلب الحصال. ال10 جنيه دي هي اللي هتجيب لنا الدهب. هتجيب لك الدهب وهتشوفي. من القليل هيبقى في ايدك كتير، بس سمي الله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. بصوا، صلوا على النبي. احنا هنعمل ايه؟ انت مثلا بتاخدي مصروفك بتاخدي مصروفك بالشهر. هنعتبر ان انت هتاخدي مصروفك بالشهر. هناخد مصروفنا بالشهر كام؟ مثلا 3000 جنيه، 2000 جنيه، 1000 ونص، على حسب. ماشي. طب ماشي، هنعمل ايه بال 3000 جنيه؟ هنجيب طلباتنا كلها. ايه بقى الطلبات يا ام هنا المفروض ان احنا هنجيبها؟ هنجيب خضار، هنجيب فاكهه، هنجيب بسم الله الرحمن الرحيم لحوم، فراخ، سمك، منظفات. كل دي طلبات بيت. منظفات هنشتري. بصي بقى، صلى على النبي. احنا مثلا خدنا ال 3000 جنيه في الشهر. طيب هنعمل ايه بال 3000 جنيه؟ هنقسمهم على 4 اسابيع. 4 اسابيع كل اسبوع 750 جنيه. 750 جنيه هنقدر ان شاء الله باذنك يا رب نوفر من الاسبوع، وهنوفر كل يوم كمان ال10 جنيه. طب ال 750 جنيه دول هنحط بيها مثلا منهم هنجيب منهم هنجيب منهم خضار، وهنجيب منهم فاكهه مره واحده في الاسبوع، اللي هو برده مش هيبقى كل يوم، عشان النهارده نعمل رز بلبن، بكره يبقى عندنا فاكهه، يعني برده هنحاول نمشيها كده وكده. وهنجيب مره سمك في الاسبوع. ومثلا انت معاكي 3 4 اطفال، هو حلو نص كيلو لحمه قوي. هنجيب كل حاجه ان شاء الله باذن الله في الاسبوع. طيب ماشي، تمام. تاني فاض بقى منك فلوس في اول اسبوع، فاض منك مثلا 50 جنيه، 60 جنيه، 20 جنيه، تشيليهم برده في قلب الحصال باذنك انت يا رب. هتوفري وتدبري وهتشوفي. بصوا، صلى على النبي. هنعمل ايه بقى؟ خلاص شلنا فلوس مثلا، هنقسمهم 4 اسابيع. طب خلاص تمام. فاض بس 30 40 50 هنشيلهم. وال10 جنيه دي لازم كل يوم، لازم تحطيها كل يوم من فلوسك. لازم. فاض منك جنيه، فاض منك 2، برضو هنشيلهم في الحصال. طب افرض ما امكنش ان احنا مثلا نشيل، نبقي فلوس من الاسبوع، مش مشكله، معاكي ال10 جنيه دي حطيها. فاض معاكي اخر الشهر حاجه، برضو نحطها في قلب الحصاله. طب الحصاله دي مثلا طب ما انت بتقولي يا ام هنا هنشتري تليفون. طب هنشتري تليفون ازاي منها لما اخر الشهر هنلاقي 300 جنيه؟ طب ما هو 300 جنيه دول، ما احنا مش هنفتحها بالشهر، احنا هنستنى سنه على بعضين سنه. طب ما هو احنا نعمل ايه؟ ما انت مضطره تصبري سنه، وان شاء الله باذن الله هتلاقي في حصالتك فلوس. طب هنستنى مثلا سنه، هنحط كل يوم ال10 جنيه، نيجي اخر الشهر هنلاقي 300. عارفين احنا لما نعمل كده ونلاقي نفسنا مثلا ان احنا جبنا حاجه احنا نفسنا فيها،
وستات وبنحط الجنيه على الجنيه والقرش على القرش عشان خاطر نعمل حاجه بيهم. لما نلاقي نفسينا جبنا حاجه من ال10 جنيه دي، ان احنا حلفنا اخر الشهر معانا فلوس، عندك مناسبه عايزه تروحيها، تقومي مطلعه 300 جنيه واخداهم معاكي في قلب المحفظه في قلب الشنطه بتاعتك، على الاقل هتلاقي معاكي فلوس. نفسك في اي حاجه تجيبيها، انت ست. احنا كلنا ستات وبنات زي بعضنا، بنحب نوفر وبندبر، وبرضه بنحب ان احنا ما ننساش نفسينا، نصرف. فهنصرف هنعمل ايه؟ انت مثلا ناقصك اي حاجه في الميك اب، هتاخدي 300 جنيه وتروحي تجيبي اللي انت عايزاه اخر الشهر. والله ده الايام بتجري، الايام بتجري، بس انت ال10 جنيه دي حطيها. ده لو انت ست بيت زيك. لو انت بقى بنوته وال10 جنيه دي مش بتفرق معاكي، مثلا فاضت من مصروفك في اليوم، حطيها برده في قلب الحصاله، مش هتخسر. وهنبتدي من النهارده، انا هعمل كده ان شاء الله باذنك انت يا رب مع نفسي، واخر الشهر هقول لكم ايه، هقول لكم انا وفرت ايه من الفلوس الفكه اللي هي الجنيهات ومن ال10 جنيه، وهروح معاكم هجيب بريمه من عند بتاع الذهب، وهعمل لكم فيديو وهتشوفوا وانا داخله عند بتاع الذهب. تمام تمام. لو انت بقى بنوته برده حوشي ال10 جنيه، وهتلاقي برده باذنك انت يا رب توفر معاكي فلوس. ان شاء الله باذن الله. انا قلت افيدكم يعني بالفكره اللي في دماغي، نعملها مع بعضينا، نفعت بس ان شاء الله باذنك انت يا رب هتنفع. وبرده هنمشي في يعني ايه في البيت على قد ما نقدر، برضو بالاكل اللي هو ايه على قد شويه، يوم كده ويوم كده، وهي بتتقضى وبتمشي ان شاء الله. طول ما انت حامده ربنا باذنك انت يا رب، ربنا هيزيدنا ان شاء الله. يلا بصوا، لو عجبتكم الفكره قولوا لي في التعليقات الفكره عجبتنا ان شاء الله، وهنطبقها مع بعضينا. وانا اولكم هشيل ال10 جنيه دي اهي من النهارده، بص قدامكم. شلتها خلاص تمام. هشيل ان شاء الله كل يوم ال10 جنيه معاكم باذنك انت يا رب. ولو انا ما شلتهاش انتوا فكروني، بس انا هشيلها، واي فلوس معايا فكه هحطها. يا رب نطبق الفكره دي مع بعضينا كلنا، واخر الشهر نقول احنا عملنا ايه باذن الله. في التعليقات هستنيكم فيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله قبل ما نعمل اي حاجه، وان شاء الله ربنا هيبارك لنا في القليل. يلا يا حبايبي هتوحشوني. لو ما اشتركتيش في القناه اشتركي ودوسي لي اللايك الجميل وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اختكم مهنا، مع السلامه.